السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المعارف والأصدقاء والسادة الحضور، مع هذه المشاهد الجديدة والرائعة والتي سوف نتابعها معكم ونقرأ ترجمتها. فكما نعلم بأن هذا العمل تركي، والعربي أسهل للباحثين عن متابعة التاريخ ومعرفة بعض الأشياء عن الأقطار هنا وهناك. وهذا هو حاكم اسفنديار الذي ولاه محمد الفاتح هذه الديار. أما هذا شقيق جستاني الذي جاء ليأخذ الأمانات المقدسة، وأيضا طار أخي جستاني يتكلم بأن محمد الفاتح استولى على سنفدار وعين شقيق مالكها. هذا الرجل عينه قائد عليها، وهكذا. ونرى هنا المحاربين الذين مع محمد الفاتح في قلعة اسفندر، وهنا يقسم له بالولاء وبالمتابعة وهذه الأمور. ونرى هذا الجمع من المحاربين والحاكم نفسه، حاكم المدينة والحاكم الرئيسي محمد الفاتح. ونرى هنا هؤلاء الفرحين بهذا الانتصار السهل والذي لم يكلفهم كثيرا، وكذلك الحرب التي قضت على الظالم فقط لا غير، وهو شقيق هذا الرجل. وهنا الجيش بقيادة بهادير على سفنه ويحاصر المدينة بحريا، وسوف يفتحها من جهة البحر. بونتوس فتحت من جهة البحر بقيادة بهادير باشا، القائد البحري العسكري، والذي كان يقوم بدور نويان في مسلسل سليمان وأرطغرل وعثمان وهؤلاء المحاربين. الجنود الخاصين بمحمد الفاتح يدخلون البلدة الجديدة ومع الاحتياط لأي اعتداء على السلطة. والابن الصغير مصطفى معهم في هذه الحملة التي لم يقتل فيها إلا الرجل الظالم، والذي كان يتحالف مع البيزنطيين ضد العثمانيين أبناء
الجيش عندما دخل بزيه النظيف والمرتب، ولم يبذلوا أي مجهود سوى الوقوف في أرض المعركة ورؤية محمد الفاتح وهو ينهي أمر الرجل الظالم المنافق. محمد الفاتح سوف نراه وهو كيف قضى على سهر ابنه بيزيد. ما زالوا يتقدمون بهذا المشهد الرائع والجميل. وهنا عندما خلصه من القيد واحتضنوا بعضهم البعض، وهذه الأمور عندما فتح باب القلعة واقتربوا منها. وهذه المشاهد الحربية العسكرية التركية أو العثمانية، فهم من أبناء عثمان وحفدته. وهنا محمد الفاتح يأخذ المحاربين، وهم الآن وقوف بعدما قضي على هذا الرجل الشرير. هذا قضي عليه بخبطة من محمد الفاتح، ولا يقبل لها عذر. بيقول له اعفو عنا يا محمد، لا تفعل يا أيها الظالم. وهنا يدهس على ظهره ويخبطه بهذه المطرقة خبطة واحدة ويقضي عليه. وهذا شأن كل منافق وغدار ببني جنسه وبني عقيدته. ونراه هنا وهو على الأرض، ويقف محمد الفاتح ويوقعه أرضا ثم يقضي عليه كما رأينا. يحاول الترك على باب حصنه أو قلعته، ولكن أخوه هذا استولى على الحكم بقيادة الرجل شاهين باشا. وينظر هنا وإن شاء الله سوف نتابع معكم حلقات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.